صباح الفل وصباح السعادة، صباح الورد، صباح الهنا، كل سنة وانتوا طيبين، يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه؟ يلا بينا بقى على السريع كده، مستعجلين ما عندناش وقت. هنعمل بقى شوية توابل كده عشان طبعا العيد انتوا عارفين محتاجين البهارات، بهارات اللحمة، بهارات السمك، بهارات الفراخ، مش عايزة اقول لكم بهارات المحاشي، بهارات المشاوي، تمشي معاكم في كل حاجة. شايفين بقى انا جبت حاجتي بقى. انا طبعا الفيديو ده كنت عاملاه من كام يوم، بس كنت ناسية ان انا منتجه، لكن افتكرت الحمد لله في اخر لحظه. معايا زر ورد، ومعايا قرفه، ومعايا كباب صيني، معايا فلفل اسود، ومعايا ورق لورا، ومعايا روزماري او اكليل الجبل، معايا كمون، معايا برضو كباب صيني. تمام، معايا كباب صيني ومعايا حبهان. معانا بقى شويه توابل كده، حاجه كده عسل ما شاء الله اللهم بارك. هتخلي بقى ريحه اكلك اللي يشم من على اخر الشارع يقول ستي دي حاطه ايه في البهارات بتاعتها او في الاكل بتاعها. سر الاكل كله في التوابل يا جماعه، في البهارات. تمام كده. معانا كمان كزبره ناشفه اهي، انا طبعا ما اشتريتهاش لانها كانت موجوده عندي، لكن بقى بقيه الحاجات الاكياس دي كنت لسه شاريها من عند العطار. شايفين بقى؟ يلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبتدي بقى كده. عندي هنا البهارات اللي هي المشكله، او السبع بهارات او الثمان بهارات او ال11 بهار زي ما انتوا عايزين. اي توابل عايزين تحطوها حطوها زي ما يعجبكم. حطيت هنا الكزبره، وحطيت الحبهان او الهيل، وكمان هحط الكباب الصيني، تدي طعم بقى حاجه كده حوار في التوابل. واحط كمان الفلفل الاسود، لو في بس اي حصى او اي توب كده لازم يتنقى يا جماعه. انا ما بحبش اجيب التوابل بتاعتي مطحونه من عند العطار عشان الخطوه بتاعت التنقيه دي. وكمان عندي هنا الاكليل الجبل او الروزماري. ما بحبش احط زعتر كتير علشان خاطر بيقلب بس ريحه البهارات شويه. معايا كمان زر ورد اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطينا كام تابل زي ما انتوا شايفين كده. عدوا انتوا بقى. معايا كمان قرفه، عندي هنا عود قرفه، حتى القرفه انا بجيبها وبطحنها في البيت. ومعايا ورق لورا اهو زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بقى حطينا كام نوع. اي حاجه انت عايزه تحطيها حطيها، اي نوع توابل عايزه تحطيه في الخلطه بتاعتك حطيه. هنحط كمان شويه من الكمون. دي بقى بهارات مشكله لاي حاجه، مشاوي بقى، محشي، شوربه، اي حاجه بتعملي بيها محتاجه فيها البهارات المشكله بتاخدي منها معلقه صغيره بتكفي. هناخد بقى الحاجه بتاعتنا الجميله دي، هنحط كمان معلقه من الجنزبيل، من الجنزبيل المطحون. وهناخد بقى الحاجه بتاعتنا دي نحمصها كده على النار، نطلع منها الرطوبه اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنحمص بقى حاجاتنا كده، خلاص حمصتهم، اديتهم كده تشويحه على النار، على نار هاديه خالص لحد ما سخنوا، طلعت منهم الرطوبه. كمان هنعمل نفس الشيء في الكمون. انا ما بحبش اطحن كمون كتير عشان ما بستخدمهوش كتير. هنقي بس طبعا الحاجه بتاعتنا دي لازم تتنقى عشان خاطر لو فيها اي تراب او اي قش اي حاجه زي ما انتوا شايفين كده. الحاجات اللي انا بطلعها دي ما تطحنش معانا. طبعا العطار مش هينقيلك حاجه، هيطحنلك كله كده زي بعضه. حمصت كمان الكمون، ودي كده الكزبره اديتها برضو تحميصه، بتفرق جدا في الطعم. نقيتها طبعا الاول واديتها تحميصه زي ما انتوا شايفين. هناخد بقى معانا هنا الكباب الصيني والفلفل الاسود. انا بحب اطحنهم كده مع بعض، بيبقى يعني الكبابه بتخلي طعم، بتبرز طعم الفلفل الاسود اكتر اهو زي ما انتوا شايفين كده. حمصنا كل حاجتنا، نبتدي بقى نجيب الخلاط بتاعنا كده ونسمي بالرحمن، ونبتدي نطحن البهارات بتاعتنا والتوابل بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم بقى المطبخ كان عامل ازاي من الريحه، يعني لو قلت لكم ان الريحه كانت واصله للجيران مش هتصدقوني. انا طبعا كل حاجه بحمصها بحطها كده في طبق عشان تتهوى، ما ينفعش اطحن وهي سخنه، لازم كده اهويها الاول.
هبدأ بقى كده بالبهارات. ده مطرح كده الخلاط بتاعي كنت لسه طحنه فيه كزبرة. هبدأ بقى كده بالبهارات. اول حاجة حمصناها كانت خلاص بردت. هنجيب بقى الخلاط بتاعنا ونبتدي نطحن التوابل بتاعتنا دي. اعملوا بقى حاجتكم في البيت، ما تشتروش حاجة جاهزة من بره، لان الغش بقى حاجة لا تطاق يعني. انا طبعا مش اول مرة اعمل التوابل دي، عملتها معاكم قبل كده على القناة من كام سنة، بس حبيت اعيد عليكم كمان الموضوع تاني للتذكرة. اهو ابتدي بقى كده اطحن واحدة واحدة كده الاول بالراحة، وبعد كده بشغل الخلاط على طول بقى زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تنعم معايا. الريحة يا جماعة مش عايزة اقول لكم حوار. الريحة حوار. نعميها بقى زي ما انت عايزة تعديها على مصفى كده وتصفيها عشان تبقى ناعمة قوي، وتطحني الباقي اللي يفضل معاكي زي ما تحبي. لكن انا المطحنة بتاعتي الحمد لله بتطحني الحاجة ناعم. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصنا البهارات بتاعتنا. افتح بقى يا عم الحاج وشم الريحة. يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ مش ممكن. تحفة بجد، تحفة. مش عشان انا اللي عاملاها والله، لكن هي تحفة بجد، غير اللي انتي بتجيبيها من عند العطار اللي ملهاش ريحة ولا طعم دي. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، شايفين لونها؟ بصوا ناعمة ازاي. جربوها ان شاء الله تعجبكم بألف هنا وشفا. بصوا يعني حاجة بسيطة لا تذكر في المعلقة بتخلي ريحة الاكل حاجة تانية، مش عايزة اقول لكم. هنطحن بقى كمان الفلفل الاسود. هناخد بقى حاجاتنا كده بالتدريج نطحنها. لو وصلنا لحد هنا من الفيديو ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على علامة الكل عشان ان شاء الله يوصل لكم اشعار بكل جديد. طبعا اضافة الكبابة الصيني مع الفلفل الاسود بتزود الكمية، وكمان بتعزز الطعم بتاع الفلفل الاسود. خلاص كده طحنا الفلفل. هنطحن كمان الكمون والكزبرة. اول حاجة بدأنا بالبهارات اللي هي الفلفل الاسود والتوابل المشكلة، وبعد كده هنطحن بقية الحاجة بتاعتنا كده بالتدريج. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. وما ينفعش اعبي الحاجة بتاعتي دي وهي سخنة، لان هي بتنزل من الكبة بتبقى سخنة شوية، فلازم اسيبها برضو تتهوى. هنحط بقى الكمون نفس الشيء، نفس اللي عملناه في التوابل ونفس اللي عملناه في الفلفل هنعمله في الكمون وفي الكزبرة. تمام كده اهو. خلاص الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج يعني ما فيهوش وقفه كتير في المطبخ والله، بس الحاجه انتي ضمناها ومنقياها وطحناها على ايدك ومحمصاها، يعني شغل فاخر من الاخر. هناخد بقى كمان الكزبره كده اخر حاجه، هنديها طحنه هي كمان. وكل حاجه بنطحنها زي ما قلت لكم بنسيبها تتهوى شويه من سخونيه الخلاط. تمام كده طحنا كل حاجتنا اهو زي ما انتوا شايفين. ادي الكمون وادي الكزبره وادي التوابل المشكل وادي كمان الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده. في الخلاط بقى مطرح ما طحنا هناخد معلقه من كل حاجه. هنعمل بقى كده بهارات بتاعتنا للسمك، لبطاطس، زي ما يعجبك بقى. بصوا حطيت كمون وحطيت كزبره، وحط حاجه بسيطه كده فلفل اسود، وحاجه بسيطه كده من البهارات. اللي حطيته في الاول ده كان بهارات، وحطيت كمان معلقتين كبار كده من الكمون. تمام كده زي ما انتوا شايفين اهو. هحط كمان بقى معاهم معلقه من الكاري ومعلقه من الكركم، وده توم بودره. طبعا انا اللي عاملاه في البيت مش شاريه من عند العطار. بصوا بقاله يعني من ايام ما كان التوم لسه اخضر وبتخزن، بقاله كذا شهر. شايفين بصوا ما شاء الله، ولا كتل ولا مسك في بعض ولا اي حاجه اهو زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كمان معلقه كبيره من التوم البودره. دي بقى التوابل دي بتمشي معايا في تتبيله السمك، بتبقى تحفه. بعملها كده بهارات سمك على ايديا. هحط بقى كمان معلقه من الكاري.
بتدي طعم كده وريحة خيال. عندي هنا بقى سنة قرنفل، دي كنت نسيت احطها في التوابل بتاعتي المشكلة، بس طحنتها في الاخر وحطيتها عليها. حطيت كده كام فص من القرنفل، واحط كمان ملح. خلاص كده الخلطة بتاعتنا جاهزة. هنبتدي بقى نطحنها، احط كمان معاها شطة حمراء اهي كده. بقت عندك بهارات سمك تحفة 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 تحفة. المعلقة منها على شوية الثوم بقى والليمون وهرسة الشطة بتبقى حكاية. هنطحنها هي كمان كده ونسيبها تبرد شوية وتتهوى، ونبتدي بقى نعبي حاجاتنا. خلاص طحنا التوابل اهي زي ما انتم شايفين. بصوا لونها ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى؟ بصوا انا فضيتها لكم هنا عشان يبان لونها. بصوا وريحتها تحفة، مش عايزة اقول لكم ريحتها حكاية. على سمك بقى، على بطاطس مقلية، زي ما انت عايزة. يلا بينا بقى نلم حاجتنا دي كلها ونعبي حاجتنا في البرطمانات. ما ننساش بقى اللايك بالله عليكم، ادعموني باللايك وشرفوني في القناة. انا طبعا هنا بقول لكم طحنت القرنفل وحطيته كمان، طحنت كده كام فص حطيتهم كمان على التوابل المشكله. نيجي بقى هنا خلاص هنعبي حاجتنا. عبيت بقى البرطمانات بتاعتي وكتبت طبعا على كل برطمان هو فيه ايه عشان ما توهش. هنا الكزبره اهي زي ما انتم شايفين، وهنا عندي كمان الفلفل الاسود اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الكميه ما شاء الله اللهم بارك، باضافه الكباب الصيني. شايفين ناعم ازاي؟ حاجه كده تحفه. وعندي هنا كمان بهارات السمك اهو. كل برطمان ببقى كاتبه عليه كده ورقه ولزقاها، بحيث ان انا ابقى وانا بعمل الاكل ابقى عارفه انا هاخد ايه. وهنا بهارات مشكل خلاص. وهنا كمان الكمون اهو. يعني كل برطمان مكتوب عليه هو فيه ايه المحتوى اللي جواه. تمام كده. يلا بقى لايك وشير واشتراك في القناه، فعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.